الشكل التحفة ده والقوام الأروع والريحة والطعم ما حصلوش، ريحة وطعم حلوة جدا. كل ده بكيلو فراولة، حتى لو كيلو. والفراولة مهما تكون غالية أرخص بكتير من إن احنا نشتري مربى فراولة. كيلو الفراولة ب15 جنيه هيعمل لك برطمانين زي اللي حضراتكم شايفينهم دول. أوفر بكتير من اللي بنشتريها وأنضف. اللي بنشتريها بتبقى مكسبات طعم، مفيش فيها فراولة ربع اللي احنا عاملينها، ومعظمها مكسبات طعم وجيلاتين. انما دي فراولة طبيعية وفراولة صافية بإضافات بسيطة جدا كمواد حافظة، وكلها مواد طبيعية من البيت. وفي النهاية الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، والطعم والقوام الأجمل، وبحاجة بسيطة جدا مش مكلفة، وطريقة سهلة جدا. هنشوف مع بعض طريقة عمل مربى الفراولة ومقاديرها اللي مش مكلفة وسهلة جدا. هنبدأ مع حضراتكم ونشوف المقادير والطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بألف خير. موسم الفراولة، وزي ما حضراتكم شفتوا في أول الفيديو القوام والطعم كمان والريحة حلوة قوي. قوامها ظاهر لحضراتكم وطعمها وريحتها حلوة جدا. الفراولة موجودة دلوقتي، ومهما تبقى غالية هتبقى أرخص من إنك تشتري برطمان مربى كيلو أو نص قياسا بتمنها دلوقتي. فاحنا نستغل وجودها ونعمل. فعشان كده إن شاء الله هنعمل مع حضراتكم مربى الفراولة بكل سهولة. طريقتها سهلة جدا والنتيجة زي ما انتم شايفين حضراتكم. انا معايا فراولة بعد ما نضفتها كيلو فراولة بعد التنظيف. طبعا حضراتكم عارفين ان الفراولة بتيجي فيها ورقة خضرة في الاخر من هنا، بنشيلها وبنغسلها غسيل كويس. ونضفتها زي ما شفتوا حضراتكم كده. ما حبيتش اطول الفيديو على حضراتكم. بنشيل لان ده شيء معروف. بنشيل الحتة البيضة اللي في الاخر دي وبنقطعها اي شكل، مش ضروري تكون منتظمة يعني. معايا وبعد التقطيع حوالي كيلو فراولة. كيلو الفراولة هنضيف له او بياخد كوباية ونص سكر. كيلو الفراولة بياخد كوباية ونص، الكوباية وده النص. هنخلط السكر بالفراولة وممكن قوي. انا بخلط السكر بالفراولة دلوقتي وهنغطيها ونبيتها في التلاجة لما تنزل السكر يكون داب والفراولة تنزل ميتها. ممكن قوي نستغنى عن الخطوة دي وتمرضي الفراولة. هتكون الفراولة نزلت ميتها بتاع البوتاجاز تسويها على طول. وممكن ناخد جزء من الفراولة نضربه في الخلاط بالسكر او من غير السكر. المهم نضرب جزء يعني مثلا تلتها ونعمله صوص ونحطه على الفراولة بالسكر، وبرضه نحطها تستوي على طول. فدي طريقة من ضمن الطرق ان احنا بنحط السكر ونغطي عليها ونبيتها في التلاجة من الصبح بالليل او من بالليل للصبح، زي ما تبقى حضرتك فاضيالها. بتظبطي وقت عملها، وقت ما حضرتك تفضي بتظبطي وقت عملها. احنا كده حطينا السكر على الفراولة، هنغطي عليه وهنحطها في التلاجة لما ان شاء الله بكرة الصبح نشوف هنعمل ايه. دي الفراولة تاني يوم وهي بعد ما خرجتها من التلاجة. نزلت ميتها زي ما حضراتكم شايفين كده، والسكر خلاص كله داب تقريبا. هننقلها في حلة
وهنرفعها على البوتاجاز عشان نشوف ان شاء الله هنعمل ايه بعد كده. وبكده نقلت الفراولة على البوتاجاز وشغلت النار على العالي. لما الفراولة تغلي هنهدي النار. الفراولة بدأت تغلي وبدأ الريم يتكون. طبعا بنشيل الريم اللي بيكون على وش الفراولة، على وش المربى او اي ريم في اي حاجة لازم يتشال طبعا، لانه الريم بيأثر عمر الحاجة اللي بيبقى عليها ريم لو سيبناه. هنهدي النار. طبعا انا كنت معلية النار زي ما قلت لحضراتكم. لما الفراولة تغلي، بعد ما بدأت تغلي بنهدي النار ونشيل الريم اللي كل ما يظهر ريم بنشيله. وانا غطيتها في الاول لما غلت، بعد كده بنغطيهاش خالص لما نخلص تسوية المربى. وكل المربى او الفراولة ما بتدخل في تسوية كل ما الريم بتاعها بيخف. وبكده شلت الريم كله، ما عادش ريم على وش الفراولة خالص. مستمرين في التقليب. احنا معاها لما تستوي هنعرف انها استوت ازاي. الفراولة او المربى بتأصل زي بنقول كده، المية بتتبخر وبتتقل. دي علامة، والعلامة التانية هنشوفها مع حضراتكم لما توصل للدرجة المطلوبة من التسوية. على نار هادية بدأت تدخل في تسوية زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بدأت تعقد معانا او تأصل. في المرحلة دي بقى معانا ايه؟ ده كيلو فراولة، معانا عصير نص ليمونة او ربع معلقة ملح ليمون. انا عندي ملح الليمون بس انا هحط ليمون عشان يمكن يكون مش متوفر عند حد. واللي عنده ملح ليمون يحط ربع معلقة صغيرة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده مصفيين. ده بنحطه لما الفراولة او المربى تدخل في الدرجة دي من التسوية زي ما انتم شايفين حضراتكم، بدأت تعقد او تأصل. شوفوا حضراتكم بدأت تدخل في تسوية، يعني خلاص. احنا بنضيف الليمون كمادة حافظة او الملح الليمون، وكمان بيحسن القوام وبيساعد المربى على ان قوامها يأصل ويبقى قوامها سميك زي ما بنقول. احنا شفنا اول علامة ان المربى بدأت تستوي، وهي ان القوام بتاعها بدأ يغلظ او يأصل زي ما احنا عارفين. العلامة التانية معايا صوص المربى على الاسباتيولا بصابعنا، وهنعمل كده ملمتش على بعضها تاني اهو بسرعة، يبقى كده هي خلاص استوت. معانا اضافة تانية. الاضافة التانية دي طبعا مش اساسية، لكن هي بتحسن المربى. هي كده لو احنا يعني مش هنضيف الاضافة دي خلاص بنطفي عليها، لان هي كده خلاص استوت. لو انتوا عايزين المربى بالفراولة قطع بتسيبوها زي ما هي كده. عايزين تهرسوها، لو عندك هاند بلندر بتهرسيها طبعا وهي سخنة على البوتاجاز، ولو حطيتها في الخلاط وخدتها ضربة ترجعها تاني على البوتاجاز عشان نتأكد ان هي اتعقمت كويس، تاخد غلوة عشان تبقى ايه يعني صلاحيتها اطول. فانا هعمل ايه؟ انا بالهراسة وههرسها نص هرسة كده، يعني ما بحبهاش مهروسة خالص، وفي نفس الوقت ما تبقاش القطع كلها بالشكل ده. يبقى هنعملها وسط ما بين قطع وما بين
اللي هي المهروسة الاول اللي تبقى زي الصوص، اللي بتبقى شكل الصوص، صوص الفراولة كده. حضراتكم استوت تماما اهي كده خلاص. الاضافة التانية هي ايه؟ جيلي الفراولة. هنضيف لها للكيلو نص الكيس. طبعا الاضافة دي حلوة جدا. الجيلي بيعمل قوام للفراولة، بيحسن قوامها وبيحسن اللون، وكمان مادة حافظة. انتوا عارفين حضراتكم ان الجيلي بيعملوا فيه مادة حافظة، فكده بنضمن ان الفراولة بتعيش معانا وقت اطول. شوف حضراتكم اللون والشكل، القوام عموما بقى شكله مختلف تماما، بقى للأحسن. شوف حضراتكم بقى نص الكيس للكيلو. الكيلو الفراولة، وكمان السكر كوباية ونص. يعني انا شفت حد بيحط كوبايتين، وفي حد بيحط الكيلو ويحط له نص كيلو بالظبط او يزيد كمان. كده بتبقى مسكرة قوي، بتبقى معسلة قوي، وبتبقى يعني بتصد. لكن الكوباية ونص، ولو كوباية وربع كمان للكيلو. لو بس طبعا الفراولة عشان فيها مزازة شوية، فكوباية ونص عيار مظبوط قوي. كوباية ونص سكر، عصرة نص ليمونة بعد ما بنشيل الريم، نص كيس جيلي فراولة لو حبيتوا تضيفوه، طبعا ده حسب الرغبة. كده خلاص هنطفي النار. ومعايا برطمانات متعقمة، مغسولة كويس ومتنشفة ومتعقمة. اللي بعقمها بقلبها على النار، على البوتاجاز، بقلبها على عين البوتاجاز من دقيقة ل2. والفراولة سخنة بننزلها في البرطمان وبنسيبها تبرد في البرطمان عشان نأكد تعقيم البرطمان، وفي نفس الوقت تبقى الفراولة محتفظة برضو بتعقيمها. حضراتكم هنبتدي نعبي الفراولة. وهي سخنة زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله المربى في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده، حلوة قوي. ده الشكل النهائي اهو حضراتكم للمربى. شوفوا ما شاء الله القوام، الريحة والطعم حلوة جدا، احسن من اللي بنشتريها من محل 1000 مرة وارخص. يعني شوفوا حضراتكم، وشكل القطع اللي في المربى دي بيديلها شكل حلو قوي، وطعم كمان احلى. اللي يحب حضراتكم يهرسها يهرسها. شوفوا شكل المربى احسن من اللي بتشتريها وارخص وانضف. طعم طبعا اللي بنشتريها بيبقى معظمها جيلاتين ومكسبات طعم، طعم الفراولة ما بتبقاش فراولة صافي زي ما احنا بنعمل كده. فالفراولة دلوقتي يوم ما بتغلى قوي بتبقى ب15 جنيه الكيلو. الكيلو عمل البرطمانين دول. ما شاء الله البرطمان ده لو بتجيبيه من بره اقل حاجة ب40 جنيه. شوفوا الطعم والريحة شكل تاني خالص غير اللي بنشتريها. شوف حضراتكم، وكمان لسه لما تبرد هي لسه سخنة، بتحطها في التلاجة
وتبرد شوية هيبقى القوام غير كده خالص. وقوامها الوقت حلو وشكله حلو جدا، والريحة بتاعتها ايه روعة، وطعمها حلو قوي. ارخص وانضف واحسن واوفر من اللي نشتريها، وسهلة جدا، طريقتها سهلة جدا مفيش فيها اي صعوبة. ده الشكل النهائي اهو. حضراتكم تعملوا مربى السحور لرمضان والبعد رمضان كمان، نعتبرها من ضمن تجهيزات رمضان للسحور. وان شاء الله هنعمل حاجات تانية كتير ان شاء الله مع حضراتكم. هنعمل حاجات تانية للسحور، وان شاء الله حاجات كمان تانية عشان توفر علينا الوقت في رمضان. يعني هو الهدف مش عشان الاكل، عشان نوفر الوقت والمجهود في رمضان للعبادة. ربنا يبلغنا رمضان ويعيننا فيه جميعا على طاعته وعبادته كما يحب ويرضى، ويجعلنا من عباده المقبولين. فاحنا عايزين نوفر الوقت والمجهود بقدر ما نستطيع، الوقت اللي نقدر عليه نعمله لرمضان، وان شاء الله لبعد رمضان، عشان نوفر وقتنا ومجهودنا للي ربنا عايزه، هو شهر العبادة. دي حاجة من ده حاجة نعتبرها لسحور رمضان والبعد رمضان ان شاء الله. الطعم حلو قوي، الشكل روعة، القوام حلو، وفراولة صافي مش مكسبات طعم، وارخص واوفر وانضف واسهل، سهلة جدا، وطريقتها مش متعبة ولا فيها حاجة صعبة. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم وتعملوا وتجربوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.